تعادل مخيب للامال بكل الاشكال الممكنه للزمالك امام انبي. يعني مش مصدق ان انبي يكون هو العقده بتاعت الزمالك بالشكل ده، ان هو الفرقه اللي عماله توقعنا كل ما نبقى خلاص هنخلص، هي الفرقه اللي توقعنا وتعطلنا. ولكن بيراميدز عمل الواجب وكسب الاهلي. طبعا في ناس هتقول ما هي بيراميدز والاهلي زي بعض، متساويين في النقط وقرب من الزمالك كده وبقى فرق 3 نقط وهو ماتش واحد. لا، ده غير ده. بيراميدز النهارده كسب وهو فرق 3 نقط، ولكن بيراميدز لو كسب ماتشاته اللي جايه كلها والزمالك كسب ماتشين بس، خلاص. ازاي؟ ما احنا كده هنبقى متساويين في النقط، بس المواجهات المباشره لمصلحه الزمالك. لكن لو كان العكس والاهلي هو اللي كسب بيراميدز والاهلي قدر يكسب الزمالك الماتش الجاي، هيبقى خلاص الاهلي هو اول الدوري، ولو كسب الماتشين اللي هيبقوا فاضلين له هو اللي هيفوز بالدوري. فطبعا النهارده نتيجه التعادل بين الاهلي وبيراميدز كانت هتكون هي النتيجه المثاليه، ولكن اللي طلعنا بيه النهارده حاجه شبه التعادل شويه. يعني بيراميدز قرب مننا نقطتين، ولكن ما زال ان بيراميدز لو كسب ال3 ماتشات والزمالك حتى خسر من الاهلي وكسب الماتشين التانيين، او كسب اي ماتشين وخسر ماتش، الزمالك هو بطل الدوري السنه دي.